الفل عليكم. احنا النهارده هنعمل حاجه مختلفه يعني. انا النهارده جايبه الفراخ ديت ما شاء الله، هي بس ان شاء الله اللهم بارك. جايباهم كده ايه بسم الله ما شاء الله، والفراخ اسعارها شدت خالص خالص كمان. بس بقى معلش يعني لازم كده اهوت. اللهم صل على النبي. انا جايباهم فراخ كبو، نوعهم جميل بسم الله ما شاء الله. وانا بنحب بصراحه الفراخ الكبو ديت في الشتاء، بتشيل اوزان اكتر من اي نوع تاني كده، وبتعمل صدور كويسه. الناس اللي هي بتحب إيه تستعمل الصدور في اي حاجه، وبيبقوا حلوين خالص ما شاء الله. اللهم صل على النبي اللهم بارك. انا جبتهم وجبت لهم التحصينه بتاعتهم بتاعت الاستقبال، حطيت لهم منها هي، وجايبه لهم عليقه ناعمه ومضيقه لهم المكان اهوت. عندها مكان صغير ومدفياه من قبلها، بس انا محجزه في المكان الكبير ده اهوت، عشان بعد كده نسيبهم واحده واحده، بدل ما ننقلهم من مكان لمكان وياخدوا برد. انتوا عارفين البرد في الشتاء عامل ازاي. وبصراحة انا منضفة المكان ده من زمان ومطهراه كويس. ولما جبتهم فرشت لهم التبن اهوت، وحطت لهم كمان جير على التبن. يا جماعة الجير سحر بصراحة في قتل الميكروب من الدفعة اللي قبل كده. لازم عن الجير على التبن مع الفراخ، بس ترشيه قبلها، لان انت لو رشيتي جير والفراخ موجودين في المكان بيعمل لهم ضيق في الشعب الهوائيه. بس انت طبعا ترشيه وتحضري مكانك من بدري. لو انت ناويه تجيبي فراخ مثلا بتحضري مكانك من بدري وترشيه جير، وبتبقى منضفاه اصلا معقمه من قبل كده ومنضفاه ومظبطاه. انا حاطه لهم كده ميه في سجايه صغيره يا دوب على قدهم لحد ما يشدوا حيلهم شويه وكده. انا في الاول الايام يومين ثلاثه ما بنحطش العليقه في علافه، بنحطها لهم في طبق كده صغير عشان هم كمان يطولوا ياكلوا منها، ما تبقاش يعني بعيده عليهم. بس السجانه رفعها شويه، هي حطها على خشبه علشان ما يجيبوش التبن فيها وتبقى ميتها مش نظيفه وتبقى مش وسخه. واحنا عارفين طبعا الفراخ البيضه بتحب النظافه كده. بسم الله ما شاء الله. انا ما بنعملش حاجه اكتر من كده، هو ده الاستقبال بس بتاعهم، ما بنعملش اكتر من كده. بنتن معاهم لما ده الاستقبال ده يخلص. واهم حاجه التدفئه لهم والاكل كويس ونضيف وبس. على كده هم مش محتاجين اكتر من كده. تمام. وخلاص بنسيبهم على بركة الله. وكل يوم يعني انا بنسيبهم من استودعهم ربنا كل يوم، اللهم اني استودعتكم او استودعكم الله الذي لا تضيع الودائع عنده. وبنسيبهم كلك كده. وعلى فكرة كل اي حاجة انا بنعمل معاها كده بنستودعها الله، وسبحان الله ربنا ما بيخيبليش تعب يعني، بيحفظ لي الحاجات. وكده بعد كده بقى ان شاء الله هنتابعهم معاكم شويه بشويه. هم لسه عشان مطلوبين مكموشين لسه مش حاسين بالدفء. احنا بقى هنتابعهم معاكم واحده بواحده كده لما ربنا ييسر لهم الحال ان شاء الله ويبقوا حلوين.